إدارة جاهزة قادرة على اتخاذ القرار. شفتوا كلهم نطقوا امتى؟ نطقوا علشان المجرم اللي تم سحله من بعض الضباط. المجرم اللي تم سحله من الضباط، مجرم من 1000 مجرم قدروا يمسكوا مجرم واحد ويسحلوه من الغضب اللي جواهم. من 1000 مجرم مسكوا مجرم واحد، فالكلاب طلعت، السفلة طلعوا، الغربان طلعت، الخفافيش طلعوا، كله بيقول لازم مرسي يعتذر علشان هذا الرجل الذي سحل. مرسي يعتذر؟ يا سفلة، يا منحطين، يا زبالة، يا زبالة التاريخ. كل الضرب ده في جنودنا وضباطنا، ومفيش بني آدم نطق منكم علشان مجرم معتدي. عشان مجرم معتدي هنرفض هذا الأمر ابتداء. لكن لو أنكم عدلتوا الميزان كنا احترمناكم، لكن ما احترمناش هذا السحل طبعا نرفضه. لكن لأنكم اتكلمتوا عنه، لا، مش هنرفضه زيكم، عشان ما نبقاش زيكم ونبقاش معاكم في دائرة واحدة. خلاص؟ أما ليه اتسحل؟ رئيس الجمهورية ما يعتذرش والإخوان ما يعتذروش، بخيبة جاهزين الإخوان على طول طلع تصريح يعتذر. ليه؟ ما امسكوا بقوكوا شوية. ايه، بتبرع نفسك؟ والله لو عملت صوابعك شمعة، والله فيش فايدة. الإخوان دول ما فيش فايدة. اسكت، خلوهم يقولوا مرة هم الإخوان ليه ما قالوش بيان. خلوهم يقولوا، سريعين انتوا ما شاء الله. طب خلوهم يطلبوا فقولوا. لكن انتوا تمن رخيص قوي تقول